هو كان في وعيه وقتها ولا؟ واعي، إيه؟ يتكلم معي، وكان اللي حوله ما يبغونه يطلع. الأمور سياسية ما لي دخل فيها، ما يبون يطلع إنه صار ما يبغونه يترك اليمن. يبغونه يبقى في اليمن. هو كان أصر وقال أنا معك، أنا ما خلاص بروح السعودية. كلمك أنت شخصيا إيه وقتها. إيه. فقلت له خلاص أنا بطلع المطار، أجهز طيارتنا. كان أساس، وركبنا بمصفحة ودخلنا بحواري. المهم وصلنا المطار، تعرف كيف الجو. الانتقال؟ بس لحظة انتقال من مستشفى في ما هو اليمن إلى مستشفى، المطار. ما كان في مستشفى، كان في عيادة في وزارة الدفاع. إيه؟ مصفحة، جيب سيارة ركبونا به ودخل. ما خذينا الطريق الرئيسي، دخلونا بحواري. المهم وصل. بصراحة أنا تحية للطيارين، طبعا عشان الخوف من إطلاق النار. إيه؟ أنا أول مرة أسمع الترم هذا، يسمونه vertical take off. ما أدري تعرفونه ولا لا؟ لا. هذا ركبنا حنا والرئيس اليمني والتيم اللي معي. قال الطيار يعني يبغى لكم تربيط اكسترا زياده. ليه؟ إيه؟ قال عشان المدرج ما نبغى نوصله، فيسوي فل بريك ويعطي فل انجن، والطياره تمشي كذا تطلع زي الصاروخ كذا فوق. ما شاء الله. فعشان يتفادى إطلاق النار. الرصاص اللي حول ممكن المطار. إنه يجي. نعم. وكلهم سعوديين، تصور الأخلاق عندنا. ما شاء الله. اي والله. والطاقم المهم وصلنا كان في أحد مع مرافق له؟ كان فيه اخوه واحد من عياله. نعم. عاد اثناء الرحله شرح لي وش صار وكذا. واول ما وصلنا سبحان الله له يوم، بعد ما وصلنا بساعه هي ارستد، توقف عند النسم وذا. وسوينا لها انعاش، وكان معنا دكتور برضو رئيس التخدير اسمه الدكتور راشد العتيبي، قام بالواجب، وحطينا لها انبوب حق اطفال. إيه؟ لان خلاص. وبعدين سوينا لها اكثر من 20 عمليه. 20 عملية.